وعلى طلب كتير من الصبايا تعالوا نعمل اليوم مع بعض الرز المندي. لجاجتنا اللي غسلتها ونقعتها بمي وملح وخل. بحضر البهارات: كركم، فلفل حمرا ناعمة، وزنجبيل، وبهارات المندي وملح، وطبعا منقوع الزعفران نسيت صوره، وزيت نباتي. وبدهن الدجاجة بجميع الجهات بهالشكل هذا لتخلص عندي الخلطة، وبتركها نص ساعة لحتى نحضر الرز. على الزيت النباتي مننزل البصل والثوم ومنقلبهم، ومنضيف عليهم البهارات الصحيحة اللي حتنكتب تحت البوست، وكم قرن فلفلة حدي اختياري طبعا. وبضيف عليهم الرز حبة طويلة المغسل بدون نقع، وبقلبه وبضيف عليه المي. كل كاسة رز بتاخد كاسة ونص مي. ركزت الملح ومنغطي بفويل، وبعمل تجويف بهالشكل هذا كرمال ريح الدجاجة فوقه. ورقة زبدة، وبعمل فتحات بالسكينة، ومنربع الدجاجة ومنريحها، وبضيف باقي الخلطة عليها، وبغطي بورق زبدة وورق ألمنيوم، وعلى فرن حامي كتير لمدة ساعة ونص. طلعت الدجاجة منهنها، حمرناها ومنهشهش الرز بالشوكة، وطفينا لهم الفحمة وغطيناه وتركناه نص ساعة يتهدأ. خلصت أكلتنا. فعلا طلعت عبقري خرافي، ما في وصف بيعطيه حقه. جربوه كتير رح يعجبكم، وصحة وهنا لقلوبكم. وبس والله.